ازاي نظبط البشاميل ونعمل صينيه لازانيا كريمي ما فيهاش غلطه؟ الاول البشاميل بتاع اللازانيا بيكون خفيف، لكل معلقه سمنه معلقه دقيق وكوبايتين الا ربع تقريبا من اللبن. على نار هاديه بنقلب السمن مع الدقيق، واول ما ريحته تطلع بننزل باللبن بالتدريج ونقلب. هنتبل بفلفل اسود، هنزود لها شويه ملح ورشه من جوز الطيب وتدي طعم حلو قوي لحد ما نوصل للقوام ده. حشوه اللازانيا النهارده هعملها بالفراخ، فاستخدمت عشان اسهل على نفسي التتبيله المكسيكي الجاهزه من مفازه. جبت الفراخ وقطعتها قطع صغيره، شوحتها في شويه زيت زيتون. اول ما ابتدت تدخل في السوا وتاخد لون من كل الجوانب، نزلت عليهم شويه بصل متقطع مع فلفل الوان، وظبطت لها الملح واديتها تقلبتين، وكده خلاص كانت جاهزه وما خدتش وقت خالص. وبعد كده نبتدي نرص اللازانيا. الناس اللي بتسال اللازانيا بتتسلق ولا ما بتتسلقش، ده دايما بيبقى مكتوب على ظهر علبه اللازانيا اللي بتستخدموها. بنحط الاول طبقه من البشاميل، بعد كده طبقه من اللازانيا، وبحط الحشوه بتاعه الفراخ، وبحب احط في النص شويه جبنه موتزاريلا. وموتزاريلا مفازه دي احلى نوع جبنه انتوا هتجربوها. وبنكمل بنفس الطريقه لحد ما نخلص خالص. بعد كده بغرقها على الوش بشاميل وادخلها بس الفرن الاول تلت ساعه اللازانيا تستوي. في الاخر بطلعها، بحط الجبنه الموتزاريلا وادخلها تحت الشوايه تسيح وتاخد لون، وبألف هنا.